السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة برضو هنتكلموا على حاجة مهمة للناس المعتمرين، الناس اللي طالعة عمرة أو رايحين حج. ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. فضلا وليس أمرا، يا ريت نحط لايك كده ونعمله مشاركة للفيديو. هنقوله النهاردة حاجات مهمة جدا. الأكل اللي أنا هناخده معايا العمرة وأنا مسافرة عمرة أو أنا مسافرة الحج. ايه الاكل اللي يقعد معايا اطول مدة، وايه الاكل اللي ما كانش ينفع اللي انا ناخده معايا. تمام، وعن تجربة، اقسم بالله عن تجربة. ماشي. اهم حاجة هتاخديها اللحمة المتشوحة. شوحي اللحمة، ولازم تشوحيها بدهنة. يعني جيبي حتة اللحمة البلدي وتقطعيها قطع على صغيرة وسط حسب انت ما بتحبي، وشوحيها بالدهنة. يعني سيحت لو انت بتشتريه من الجزار اللحمة، يا ريتك تجيبي مثلا، لو هتجيبي كيلو هاتي ربع كيلو دهنة. الدهنة هي المادة الحافظة اللي بتخلي اللحمة تقعد معاكي مدة أطول. تمام. بتشوحي اللحمة الأول، بتسيح الدهنة الأول، بعد كده بتحطي فيها اللحمة. ماشي. أول ما تغلي وطي عليها. تمام، وطي عليها، ما تحطيش مية، هي هتنزل ميتها، وتنزيل ميتها مع الدهنة هي اللي هتسويها. أول ما تغلي وطي عليها خالص. تمام. وسيبيها لما تهدى خالص 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 خالص. بتبقى في لحمة كبيرة عجوزة شوية، لو حسيتي ان هي عايزة شوية مية حطي فيها شوية مية وغطي عليها تاني. ماشي. بعد ما تخلص حطي شوية ملح وشوية فلفل اسمر لما تنشف ميتها خالص خالص. ما تسيبهاش تتحرق، بتبقى متشوحة لونها محمر كده وجميل. وتحطيها في برطمان، وبعد ما تحطيها في البرطمان بتحطي عليها شوية الدهن اللي فضلوا منها في الحلة، تغطيها بيها. هي دي المادة الحافظة، وهتفضل معاكي من غير تلاجة. لان زي ما قلنا قبل كده، التلاجات في الفنادق يا حبايبي تلاجات صغيرة جدا جدا جدا. الفريزر، يا لهوي على الفريزر قد كده، حاجة مربعة صغيرة. وانتي بيبقى معاكي مثلا أوضة رباعية أو ثلاثية، بيبقى معاكي ناس تانية. ماشي. فالمكان مش هيكفي. فاللحمة ديت من أهم الحاجات اللي انتي تاخديها معاكي، ولو حطيتيها بره التلاجة مش هتخسر. خدي فرخة مشوية. تمام. وزي ما قلنا قبل كده، السبيل هناك ياما، والخير ربنا ياما ياما في مكة. طبعا احنا في رمضان كمان الايام دي، فمش هتحتاجي اكل، يعني على ما اعتقد مش هتحتاجي اكل. بيبقى فيه فطار، بيوزعوا فطار. وهاتي معاكي معلبات. الرقاق، الناس اللي بتجيب بقى رقاق ياما، ما ينفعش والله، غلط. احنا جبنا رقاق اقسم بالله اترمى بكيسته. الرقاق سوف. احنا قلنا مفيش تلاجة، والجو هناك حار جدا جدا جدا، والأوضة بتبقى مكتومة. يعني بصوا، الرقاق حاولنا نحطه في التلاجة من تحت، طبعا الفريزر مفيش مكان، وانا وانتي وغيرك الاربعة اللي معانا في الأوضة جايبين برضو نفس اللي احنا جايبينه. فبالله عليك بلاش، بالله عليكوا بلاش تجيبوا رقاق ياما. لو هتجيبي جيبي كيسة، يعني كيسة صغيرة اللي انت بحيث في يومين تكوني مخلصاها مش اكتر. هنقولك على طريقة حلوة. ممكن تجيبي العيش تنشفيه، يعني نشفي العيش قبل ما تسافري في فرن البوتاجاز. كل لما ينشف حتى لو كسر مش هيخسر. انا كنت عاملة كده، نشفت عيش، هو اللي نفعني عن الرقاق والقرص. حتى القرص باظت والله العظيم، القرص باظت. اللي نفع معايا برضو، والحاجات المهمة اللي انت تاخديها معاكي ومش هتخسر وهتفضل معاكي اطول مدة، القراقيش الناشفة. يعني ما تعمليش قراقيش وتنعميها، لا، اعملي قراقيش ناشفة، بحيث حتى يعني عزكم الله ما يجيلكمش اسهال من القراقيش الناعمة، وهتتكسر وتتبهدل منكم في السفر. ماشي. البقسماط بس برضو كالفتيه حلو لانه بيتبهدل، بس بيفضل معاكي مدة اطول. فبلاش الرقاق، بلاش القرص الطيب، القرص الطيب، الطرية. بجد اقسم بالله احنا رمينا ده كله. بص يا حبايب قلبي، آه، كل فندق بيبقى تحتيه سوبر ماركت. ماشي. انا كنت في فندق ابراج القصوى، كان تحت الفندق سوبر ماركت. الكيس العيش، ما شاء الله، العيش اللي هو الكبير قوي ده اللي هو زي السوري ده، الاربع ترغفة ب3 ريال. يعني الرغيف مش هيتعدى نص ريال. هتحسبها بقى من مصر هتحسبيها بالريال السعودي، مش هيجيب تمن اللي انت تجيبي رقاق، او تقعدي تتعبي نفسك في خبيز رقاق واللي يبوظ منك في الحر ويسوف. اشتري عيش، وزي ما قلت لك، خدي كيسة رقاق صغيرة
تكفيكي يوم او اتنين. وما تعمليش وزن في الشنطة، بلاش وزن كتير في الشنطة، في حاجات والله ما ليها لازمة. والله احنا رجعنا ببقية العلب، وزي ما قلت لكم رمينا القراقيش، لا رمينا القرص الطرية، رمينا الرقاق، انا واللي معايا مش انا بس. ماشي. فالعيش هناك رخيص. الناس يقول لك الحاجة غالية، الأكل غالي. والله والله المعلبات هناك هتلاقي الحاجة ب4 ريال لو هتحسبها بالمصري وانت جايباها. يعني علبة البلوبيف كنا جايبينها واحنا ماشيين ب100 جنيه، هتقطع هناك حوالي 70 جنيه. طب انا ايه اللي شايلني؟ طب ما انا ما نجيب من حاجة من هناك. اللي يقول لك الأكل غالي، الأكل غالي، لا. لا الأكل مش غالي، المعلبات مش غالية. لو هتحسبيها بالمصري لا غالية، بالريال السعودي أرخص من المصري. تمام. فأنا النصايح دي عن تجربة، النصايح دي عن تجربة. فهي اللحمة المتشوحة هتفضل معاكي. وابدأي من اللحوم، يعني لما تاكلي برضو ابدأي باللحوم. كلي لحمتك الأول، كلي الفراخ، كلي الحاجات اللي هي مش هتستنى. ماشي. العجوة جميلة جدا، وياما هناك برضو اللي هو البلح العجوة. خدي معاكي حاجات مسكرة وانت رايحة المسجد. خدي معاكي في الشنطة اللي انت معاكي القرص القراقيش الناشفة. من وقت لاخر كده هتاخدي قرقشاية. طبعا احنا قلنا وقت رمضان دلوقتي مش هتحتاجي خالص. يا جماعة خففوا الوزن الشنط. والله احنا جبنا حاجات معانا، ندمنا وما لقيناش حد ينصحنا. كان كل يقول لك ايه، خدي اكل معاكي، خدي قراقيش، خدي قرص. لا مش خدي خدي خدي. وطبعا الناس معذورة، انت رايحة في غربة، رايحة 15 يوم، رايحة شهر، خايفة قلقانة، لا يبقى حاجتي معايا بالزيادة. للأسف هتاخدي وتصرفي مصاريف جامد، وهتخسري لأنها كلها هتترمي في الزبالة زي احنا ما عملنا. العيش رخيص. المعلبات بالتن، مش هنقولك لا خدي معاكي معلبات وما تاخديش ياما، لانك والله والله بتبقي شبعانه، بيبقى عندك زهد غريب الشكل سبحان الله. شايفين الكعبه، شايفين المنظر ده؟ انت بتروحي هناك بتبقي في دنيا تانية، لا بتدوري على اكل ولا شرب، بتشربي ميه زمزم، بتشبعي شبع غريب الشكل سبحان الله. والله والله انا كنا بنفتحوا علبه البلوبيف، بتقعد معانا يومين. يعني عارفه، وهي ما بتستناش، اللي بيتبقى بيترمى. علبة الفول بتقعد يعني 4 تنفار بنفتحوها، مش بنكمله نص العلبة وبتترمى الباقي. طب ليه أنا نشيل على قلبي وليه نشيل تكلفة؟ ليه الناس اللي راحت قبل كده ما تنصحنيش بعدم التبذير في الأكل؟ أنا مش رايحة غربة، أنا الأكل هناك موجود. خدي على قد مثلا اليومين الأولانيين اللي انت هتروحي هتبقي متعبة فيها مجهدة، مش هتقدري تلفي. أول ما بتاخدي على المكان خلاص. أنا قلت في كل مكان في مكة أو المدينة السوبر ماركت فاتح، والله الحاجة رخيصة. يعني هتلاقي حاجات ب5 ريال، ب2 ريال، ب3 ريال أكل. يا رب يكون الفيديو